كنز في البيوت، تعملي منه احلى سمنه بلدي مظبوط بالاثبات وبالدليل، وسمنه مرمله وطعمها وريحتها خطير وهتنول اعجاب الجميع. ما شاء الله حرفيا كده هتعملي معايا احلى سمنه بلدي من حاجه متوفره في معظم البيوت، طعمها وريحتها خطيره بالاثبات والدليل. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ومن اقل كميه ما شاء الله عملت احلى مرته واحلى سمنه بلدي. بحاول قد ايه اقول لكم هي قد ايه ناجحه ومرمله بتركات سهله وبسيطه. اول حاجه يا حلوين كده هتشوفوها معايا وهنبدا بيها للناس كمان اللي مش بتحب الدهن بتاع اللحمه، لا ده كنز، ده انت تجيبيه وتعمليه في البيت. وعلشان كده قلت لكم احنا في العيد معظمنا بيبقى متوفر عنده الدهن لان بيبقى دابخ وكده. فطريقته اعمليها بتركايه صح علشان تاخدي نتيجه السمنه البلدي. سيبك من الطريقه التقليديه العاديه خالص، لا تمسكيها كده تقطعيها. وانا بستخدم دهن اللحمه البتلو مش اللحمه الضاني. لو عندك الضاني هقول لك برده ليه استخدامه تستخدميه ازاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى يا حلوين قطعت الدهنه بتاعتي، شايفين لونها ابيض فاتح، مفيش فيها اي تكتلات من الدم ولا اي حاجه، لان الضاني بيبقى فيها تكتلات من الدم. فهتنقعيها في ميه وورقتين لورا وشويه ملح وتتخلصي من الميه بعد ساعه مثلا. ده لو هتستخدمي الضاني، لكن دي مش هنقعها في ميه ولا اي حاجه. انا استخدمت كيلو ونص بالميزان بالظبط. هستخدم لهم نص كيلو من الحليب الجاموسي علشان تبقى السمنه سمنه بلدي، سمنه جاموسي مش بقري. البقري بيبقى لونها اصفر وانت شفتوها معايا في البدايه لونها ابيض. عندي معلقتين 3 من قشطه وش اللبن، كلنا بنشتري لبن وبتوفر عندنا الوش القشطه ده. انزلي لك كده بمعلقتين 3. عندي ربع كيلو زبده بلدي، دي بقى اللي هتاكد لك ان دي سمنه بلدي. بصي مليون في الميه. كام فص كده من المستكه علشان تتفادي وتتاكدي مش هيبقى فيها اي ريحه زفاره. ورقتين 3 من اللورة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا التريكات البسيطه دي هتفرق معاكي قوي. التسويه اهم حاجه علشان ما تتحرقش معاكي. اصغر عين عندك على البوتاجاز وتهدي النار خالص زي ما تكوني بتلدين الرز كده علشان الدهن يسيح معاكي وياخد تسويه مظبوطه. لو عليتي النار هيتحرق او يبقى فيه ريحه حروقه مش هتعرفي تتفاديها. هنا برضو حبيت احط كام واحده كده من الفلفل الاسود حبيبات علشان ما يغمقش معاكي. لو حطيتيه بودر هيغمق معاكي السمنه، لو حطيتيه بودر مش متوفر عندك مفيش اي مشاكل. طبعا اول ما بيبدا يغلي ما بين كل فتره والتانيه اديله تقليبه علشان ما يلزقش في الحله من تحت ويتحرق برده معاكي. شايفين بقى بتبدا الدهنه دي تسيح. هقول لك امتى تعرفي ان هي استوت معاكي، وهعمل معاكي تركايه حلوه ما تخليهاش تاخد تسويه زياده عن اللزوم معاكي على النار. يعني هي مثلا قولي هتاخد ساعتين على النار الهاديه خالص، دي الكيلو ونص مثلا. شايفين بدات السمنه كده تظهر وريحتها في البيت كانت خطيره، مش ريحه الدهنه العاديه اللي انتم متعودين عليها، لا صدقوني. وبتبقى الدهنه كده لو سويتيها لوحدها بتبقى مجلده كده وما بتبقاش حلوه. شفتوها معايا لما دعكتها كده بين صوابعي مرمله تماما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يفضل طبعا تقلبيها بحاجه تكون ناشفه. وفي المرحله ديت ببدا برضو اقلبها. كانت بقى الدهن بتاعي استوى تماما، مش هسيبه بقى على النار كده يقعد يغلي وخلاص. هو كده استوى معايا، متاكده من ريحته ومن لون السمنه اللي ظاهره. والدهن كده لو مسكتيه هتلاقيه داف في ايديكي تماما. هعمل بقى تركايه حلوه، هسيبه يبرد حاجات بسيطه وهاخده كده بشبشق الخلاط هضربه كده ضربتين 3. هتبص تلاقي الدهن ده ساح تماما وتحول معاكي لاحلى سمنه بلدي وتصفيها. حابه تشيلي ورق اللورة وكم واحده من اللي انا حطيتها مثلا حبيبات الفلفل الاسود. الفلفل الاسود على فكره لما هضربه في شبشق الخلاط مش هيدوب ولا حاجه، هيتني زي ما هو حبيبات. بس انا برضو المرته دي مش هرميها، اللي انا بصفيها دي هتسوي بيها بقى اي خضار. والمرته تقدري تعملي بيها بيض مقلي بتبقى طعمها وريحتها خطيره. في المرحله دي طبعا التركيه دي بتسهل عليكي كتير ومش بتهدري اي حاجه من الدهن. زي ما قلت لكم الضاني بنفس الطريقه، بس هتنقعيه الاول في شويه ميه بملح علشان يتخلص من التكتلات الحمراء اللي بتبقى موجوده فيه، لان دي بتبقى زفاره. الدم ده بيبقى زفاره اللي في الضاني مش في الدهن البتلو. وورقتين لورا وبعد كده تشطفيه وتستخدميه بنفس الطريقه. شايفين بقى احلى سمنه بلدي. هديها غلوه بس زي 5 دقايق. شايفين بقى المرته بدات تظهر على الوش، اتاكدت ان هي استوت بعد ما صفيتها تماما. في المرحله دي افصلي النار بقى، لان انت حتى بعد ما بتفصلي النار زي ب5 دقايق بتني تغلي. شايفين انا حطيتها على الرخامه قدامكم علشان اكد لكم من كتر السخونيه والحر والكده، فهي بتبدا تغلي معاكي علشان ما تتحرقش معاكي برده. يعني في المرحله دي بس انا عطيتها غلوه 5 دقايق مش اكتر من كده تختلط كلها ببعضها. وهبدا اسيبها تهدى بس حاجات بسيطه واعبيها. يفضل يعني حاجات تكون زجاج
تكوني معقماها غسلاها كويس ومنشفاها، وتقدري على فكرة احنا في الصيف تحفظيها خارج التلاجة مفيش أي مشاكل. هنا شوية مرتة كانوا في الحلة، لأن أنا نقلت من حلة لحلة أخدتهم، وبعد كده في مرتة برضه هتبقى موجودة معايا في الحلة دي كمان. وهتاكلي بقى أحلى سمنة بلدي، دي تنفع معاكي لكل الأكلات. جميع الأكلات تقدري تستخدميها، وتقدري كمان تحطيها على الرز، بس هو يفضل إن هي ما بتتحطش على الحلويات ولا على المعجنات. لكن أي أكلة والرز وكده تقدري مثلا لو بتسوي صينية فراخ تقدري تستخدمي منها، أي خضار بتسويه تقدري تستخدمي منها، مش هتقولك لأ. والمرتة دي بقى لطبق الفول أو بيضتين هتعمليهم أومليت، بتبقى ريحتها وطعمها خطير في الحاجات دي. أتمنى من أحلى متابعين أحلى لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد، وقولوا لي إيه رأيكم في السمنة البلدي اللي على قد الإيد. وأتمنى منكم إن انتوا ما تنسونيش في أحلى لايك منكم يا حلوين، علشان أقدم لكم كل ما هو جديد. كنت معاكم فاتن الجندي، نتقابل في فيديوهات سهلة وبسيطة بإذن الله.